أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز المصرية الخشنة. هنعملها لو احنا ما عندناش مفرمة أو ما نقدرش نعملها عند الجزار، فبنعملها في البيت بطريقة بسيطة. الأول بجيب كمية رز بنقعها في مية لمدة ساعة وبصفيها كويس قوي، وبعد كده بنشفها بفردها على قماشة نظيفة واسعة، وبقلبها كل شوية لحد ما تنشف. بحطها في مكان بيوصله الشمس، وبعمل الحكاية دي بتقعد لها يومين على ما ينشف كويس. بعد كده في الهون، أكيد كلنا عارفين الهون وبنستخدمه، الجرن يعني. بنحط كمية من الرز مناسبة وبندقها لحد ما تبقى ناعمة بس مش قوي، متبقاش بودرة. زي ما انتوا شايفين بيبقى ملمسها خشن شوية. بعد كده بنطحن الثوم وفلفل، ممكن فلفل حامي او بارد زي ما انتوا عايزين، بس الفلفل الحامي بيديها طعم حلو. بنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، وبنحط عليها خلطة الثوم والفلفل، وبنقطع بقدونس وعليه شوية شبت صغيرين وشوية نعناع صغيرين لو حبيتوا، وبنحط كل ده على بعضه على اللحمة، ومعاهم بصلاية كبيرة مقطعة رفيع. التوابل بنحتاج نص معلقة صغيرة بهارات، نص معلقة ملح، نص معلقة قرفة، ونص معلقة شطة ممكن تستغنوا عنها، ربع معلقة جوز الطيب، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كزبرة جافة. بنخلط كل المقادير مع بعض كويس بايدينا. بنحط بعد كده حوالي 1.5 كوباية من الرز اللي احنا طحناه. بنخلطها مع بعض. على فكرة الرز ممكن تطحنوه في مطحنة التوابل. بننقع حوالي نص رغيف عيش فينو او قطعتين توست، وبنصفيها كويس من المية. ده بيساعد الكفتة على التماسك وما تتفكش مننا واحنا بنقليها. بنخلط كل حاجة مع بعض كويس قوي. بنعجنها شوية كتير يعني عشان كل حاجة تتماسك، يعني كل حاجة تبقى متجانسة والعجينة تتماسك كويس. بنشكلها على شكل كرات أو أصابع. الكورة بتبقى بحجم الليمونة الصغيرة ومتماسكة زي ما انتم شايفين. بنشكل كل الكمية على شكل كرات. بعد كده بندخلها التلاجة ترتاح لمدة نص ساعة قبل ما نحمرها. في الوقت ده هنعمل الصوص. بنحط معلقتين زيت نباتي، وبنحط عليهم حوالي 8 فصوص ثوم مطحونين. اما الثوم بيبتدي يصفر بنحط حوالي نص كوباية من صلصة الطماطم. وبنحط نص معلقة صغيرة ملح، وبنحط حوالي 4 كوبايات مية. بنقلبها ونسيبها تغلي شوية. في الوقت ده هنحمر شوية مكعبات بطاطس، يعني بنجيب حوالي 3 بطاطسات وبنقطعها صغير وبنحمرها في الزيت. ممكن ما تحطوش بطاطس لو مش عايزين في الصوص، بس البطاطس بتبقى طعمها حلو قوي. بنحطها على الصوص وهو بيغلي، نصفيها كويس من الزيت. بنسيبها تغلي مع الصوص حوالي 2 دقيقتين، وبعدين بنطفي النار عليها. ما تغليش كتير عشان ما تتهريش. بنحمر اللحمة، بنقليها في زيت لحد ما يبقى لونها بني. ما نعليش النار قوي عشان ما تتحرقش.
بنصفي اللحمة بعد كده وبنحطها على الصوص اللي احنا عاملينه. بنقلب تقليب خفيف وبنسيبها تغلي كمان دقيقتين وبناكلها على طول وهي سخنة. جربوها وهتعجبكم. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في قناتي عشان يوصلكم فيديو جديد كل يوم، وأشوفكم بكرة في وصفة جديدة. باي. What happens when life breaks down?